معرفش ليه ما عملناش قبل كده برغم حلاوتها وطعمتها ومزازتها. ونبدا بتتبيله الفرخه بالسماق، يعني احمر في احمر يبقى نديها فلفل رومي احمر وطماطميتين على بصل، وبالتاكيد وحوحنا الجبار معاهم على فصين توم. ونجيب الكبه الشقيه اللولبيه ننزل فيها بكل الكميه، عليهم شويه بشر من الليمون، ودي عباره عن ليمونتين مبشورين قشرها الخارجي من كل الجوانب، وده اللي هنحتاجه، واكيد الليمون نفسه على التتبيله. معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود وحبه زعتر عرايشه اساسي من كل قلبي، وحبه شطه وبهارات فراخ. ولحد هنا التتبيله عاديه، اللي هتحولها هي كوبايه السماق. هننزل عليها بما يعادل ربع كوبايه كبيره من السماق، وزيهم من زيت الزيتون اللي بالمناسبه سعره يخليك تبيع الهدوم، وزيهم دبس الرمان على بشر جوز الطيب عشان الحياه تطيب، وده في الحدود المسموح به في الاكل وحلال مش حرام. ونديها ضرب بس باحترام عشان احنا ولاد ناس. ونجيب فرختنا بعد ما نشفت ونمددها وننزل عليها بالتتبيله. اهم ما في الموضوع ان تتاكد ان التتبيله متعششه فيها وجنبيها وفوقيها وتحتيها وكل بوصله اتجاهاتها. وانا سبتها في التتبيله 12 ساعه من بالليل لتاني يوم وقت التجهيز. وعشان وقت التجهيز هو شوي، وده بالنسبه لي يوم لذيذ، يبقى نحضر المحميتين اللي حلتنا ونشرب قهوتنا ونفكركم بالصلاه على الحبيب ونزود من الاستغفار عشان ربنا يفرجها علينا، اللهم امين. وبقينا جاهزين نطلع الهانم من التلاجة عشان نتفرج على حلاوتها واحمرار كسوفها يا ساده، وناخدها هيلا بيلا ونطير بيها على الفحم. واول تركايه انزل بيها من الظهر اتجاه العظم مش من اتجاه الصدر عشان ما تتلسعش منك بدري بدري وتستوي معاك على مهله. ودي من تركيات الشوي، لو بالمزاج يبقى انت في حته تانيه هناك.